جولة مفاجآت داخل قلعة الأهلي. رجل واحد يقلب الموازين. ياسين منصور نائب رئيس الأهلي بعد سنوات من العمل في الخفاء خرج اليوم ليقود الصفقة الثانية للفريق هذا الموسم. الهدف ضم يوسف بالعمري، لاعب مهم من الرجاء تخلى عن خيار الانتظار ورحب بعرض الأهلي، خاصة بعد إنهاء اتفاق العقد في صفقة منحة خارج الميزانية. في خطوة ذكية، الأهلي تحت قيادة منصور حسموا الصفقة سريعا قبل أن تدخل الأندية المنافسة على اللاعب. منصور قال مرارا إن هدفه مصلحة الأهلي، ليس المناصب أو الشهرة. مصلحة الأهلي أولا. الأهلي كان في موقف صعب، لاعب مميز، عقد ينتهي وضغط من أندية عديدة، لكن قرار منحة التعاقد بلمسة من منصور قلب الطاولة لصالح القلعة الحمراء. هل تصدق أن صفقة بهذا الحجم تحسم بهدوء خلف الكواليس؟ ياسين منصور أكد: الأهلي أولاً.